اهلا بكم على قناة البورصاجي. النهاردة انا عامل الفيديو عشان اوضح فيه التايمينج بتاع كل جلسة. يعني جالي في الكومنتس او جالي في التعليقات ان الناس متلخبطة ما بين جلسات اسيا ولندن ونيويورك، وازاي اعرف الاوقات بتاعتهم. طيب ان جنرال انا هوريكم دلوقتي على الشارت بتاعي ازاي تحدد الجلسات واوقاتها. بس لازم تعرفوا كذا حاجة مهمة جدا. اول حاجة ان كل التايمينج اللي انا هقوله في حتة الجلسات دي لازم تظبطها على نيويورك تايم. يعني ايه؟ علشان ما نتلخبطش، لان كل واحد في دولة، اللي في الامارات، اللي في مصر، اللي في المغرب، اللي في السعودية، كل واحد ليه توقيت مختلف. فعشان نوحد الستاندرد لازم تبقى نقولها بتوقيت نيويورك. هتسهل علينا كلنا. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، ان الجلسات دي دايما لازم تبقوا عارفين انها بتخش على بعض. يعني مش جلسة اسيا بتخلص وتبتدي جلسة لندن وبعد كده تخلص وتخش جلسة نيويورك، لا، هما بيوفرلاب مع بعض. يعني كل جلسة بتبتدي وبعد كده تخش لندن معاها، تكون اسيا بتخلص لندن بتبتدي اوفرلابنج مع بعض. ونفس الكلام لندن بتخلص تروح داخلة، وهي بتخلص بتخش معاها نيويورك سيشن. خلينا نخش ان ديتيلز شويه. النهارده انا فاتح مثلا اليورو يو اس دي على ال 15 مينت عشان اوريكم بس التايمينج فريم بتاع كل جلسه، وازاي تحدد اسيا ولندن ونيويورك والكلام ده كله. تمام. هاخد مثال زي امبارح مثلا التلات التلات 9 سبتمبر 2025 اهو. ابتدى اليوم من هنا عندي على ده، على تريدنج فيو. يا جماعه تريدنج فيو برضو توقيته مختلف، بس انا هدي مثال وهنفهم دلوقتي مع بعض كل حاجه. ال- لو انا هعمل من هنا، ابتدى يوم التلات. تمام. يوم التلات بالنسبة لي أنا هيبقى توقيت الساعة 3. ده توقيت التريدنج فيو اللي هو عندكم المفروض. يعني لو هنظبطها على نيويورك تايم، نيويورك تايم المفروض تبقى الساعة 7 بالليل ل 4 الصبح. كل دي الإيشيان سيشن، جلسة آسيا. تمام. من 7 بالليل اظبطوا نيويورك تايم، كله على نيويورك تايم، من 7 بالليل لغاية 4 الصبح. ده توقيت نيويورك على الشرط. انا عشان عندي فرق التوقيت، فهو عندي هنا من الساعة 3 الفجر لحد الساعة 12 الظهر. فانا ده كده عندي ده جلسة اسيا. دي اسيا. اوكي، انا هشيل دول عشان الناس ما تتلخبطش. دي هتبقى الايشيان سيشن. تمام. مواعيدها هكتب برضو مواعيدها تحت بنيويورك تايم. يا جماعة كله هيتكتب بنيويورك تايم، من 7 بي ام ل 4 اي ام. كل ده ايه؟ نيويورك تايم. طيب، واضحة الصورة كده؟ واضحة الصورة كده. مالكش دعوة بقى بالتايمنج اللي عندي ده، ما تبصش عليه. انت تفتح الشارت تبص على الساعة 7 ل 4، دي جلسة اسيا بتوقيت نيويورك. تمام. حددت جلسة اهو، الهاي واللو بتاعها، عشان لو هخش مانيبيوليشن ولا اي ام دي اللي هي accumulation manipulation distribution تبقى عارف الجلسات فين. فانا ده كده بالنسبة لي التلات من 3 ل 12، ده كده ايه؟ جلسة اسيا. طيب، جلسة نيويورك اوفرلابنج معاها من الساعة 11 عندي هنا، من 11 ل 8 بالليل. دي كده المفروض جلسة لندن هنا اهي. اوفرلابنج طبعا مع زي ما قلت لكم اوفرلابنج كل دي الجلسة. هشيل دي عشان الناس ما تتلخبطش برضو، عشان تشوفها بالتايمنج بتاعها. ده كده ايه؟ دي هتبقى لندن سيشن. دي توقيتها بنيويورك، بس عشان تبقى عارفة التوقيت بالظبط. بتبتدي من 3 الصبح، 3 اي ام ل 12 بي ام، برضو نيويورك تايم. يبقى انا كده حددت جلستين دلوقتي اهو. شايفين الاوفرلابنج يعني بيخشوا مع بعض ازاي؟ بس عشان
دلوقتي نحط المواعيد مع بعض. ادي جلسة اسيا اهي، بتبتدي من الساعة 7 بالليل لغاية 4 الصبح، ودي من الساعة 3 الصبح لغاية 12 الظهر. وبعد كده تيجي الجلسة الأخيرة هي جلسة نيويورك. فدي كده اوفرلابنج مع، نشيل برضو الخط من دول. نكتب هنا ان دي نيويورك تايم، دي نيويورك سيشن ومواعيدها تبتدي من نيويورك تايم يا جماعة، محدش يتلخبط، من الساعة 8 الصبح ل 5 بي ام. فانت كده بقى عندك كل السيشنز موجودة. سيشن اسيا داخل معاها لندن اهو، هنا كده، دي كل دي لندن، داخلين اوفرلابنج مع بعض كلهم. وعندك لندن معاها بعد كده نيويورك سيشن داخله معاها اوفرلابنج. طبعا انت ما بتخشش، يعني لما بنيجي نقول جلسه اسيا يعني او جلسه لندن، انت مش مضطر انك تحضر كل الجلسه كلها. يعني انت لما بتيجي تشوف سيت اب بتشوف بس اللي انت محتاجه. مثلا زي ما قلت في الاكزامبل بتاع الفيديو اللي فات، ان انت محتاج تشوف اسيا بتاكيوميليت، لندن بتعمل مانيبيوليشن، بعد كده ديستريبيوشن. انا طبعا هنا طبعا يعني ده مش مثال على الموضوع ده، بس انا عامل المثال ده علشان تفهموا بس التايمنج، السيشنز توقيتاتها امتى، كله يظبط التوقيتات على نيويورك تايم. فانت كده بقى عندك الجلسات بتاعتك، عارف ان في اوفرلابنج ما بينهم بيخشوا مع بعض، وعارف كل جلسه بتبتدي امتى وبتخلص امتى على نيويورك تايم. اللي محتاج اي حاجه يكتب لي في التعليقات. بشكركم والى اللقاء.